والمفاوضات التمهيدية، وبدون أي شعبوية أو مزايدة سياسية أو طموح لا مسؤول لاحتواء أو الركوب على قدم. سكواس مباركي في الجميع، سكواس لهنا تدوسي صحتي جميع المواطنين. حزب التجمع الوطني الأحرار ينظم هذه الاحتفالية بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة. هي لحظة للتوقف عند التفعيل ديال الورش الذي تقوده الحكومة تحت التوجيهات الملكية السامية. المغرب الحمد لله بلادنا ربحت هذا الرهان هذا منذ خطاب أجدير الذي تلاه جلالة الملك، أيضا مع الدستور مع الترسيم الدستوري. واليوم هذه الحكومة تقوم بجملة من الإجراءات التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة قبل يومين بالخميسات: التفعيل السليم لهذا الورش عبر وضع مختلف الإمكانيات المالية والقانونية والتأطيرية، وهذا يؤكد مرة أخرى على الإرادة القوية اللي عند هذه الحكومة باش تنجح في هذا الورش الذي ينتظره المغاربة. فمن خلالكم جميعا سنة أمازيغية سعيدة للجميع ولكم طبعا على الخصوص. شكرا. رسمي للأمازيغية، ونود أن نسجل أن الحكومة برئاسة سي عزيز خنوش بذلت مجهودات جبارة في إطار هذا المسعى الوطني لتنفيذ مقتضى دستوري. ورغم كل ما تم إنجازه فنحن ما زالت طموحاتنا كبيرة، وسنعبر عنها اليوم لدفع الحكومة لرفع درجة تعبئتها ولتسريع وتيرة المبادرات التي إن شاء الله ستنتهي بتفعيل وأجراءات وتطبيق الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. مبادرات كثيرة انطلقت، نحن نحيي الحكومة على إطلاقها في كثير من المرافق والوزارات والقطاعات. وبمناسبة هذا الاحتفال نجدد مطلبنا الكبير بتحويل هذا اليوم إلى عطلة رسمية ضمن جدول العطل الرسمية في البلاد. نأمل أن يتم هذا التنزيل للطابع الرسمي الأمازيغية بتوافق وطني بدون استغلال سياسي، وبطموح لتحقيق العدالة اللغوية والعدالة المجالية والعدالة الاجتماعية. اليوم كنحضروا هذا اللقاء المهم بالمناسبة ديال اليوم العالمي أو السنة الميلادية الجديدة ديال الأمازيغية في مقر الحزب ديالنا ديال التجمع الوطني الأحرار، تخليدا لهذه الذكرى. كيف كنعرفوا فتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية عرف أشواط جد مهمة، وخا في البداية كان شوية ببطء، ولكن الآن بعد تولي السيد رئيس السي عزيز خنوش رئيس الحكومة يعني عطاها واحد الاهتمام خاص ومشى بعيد. يعني خرجنا واحد المجموعة ديال القوانين اللي غادي ان شاء الله غادي يكون هذا الترسيم يعني في اقرب الاجال ينزل الى الواقع. كيف كنعرفوا الامازيغيه الاصل، احنا كل المغاربه كلهم امازيغ الحقيقه، كلهم امازيغ. التاريخ ديال الامازيغ معروف، يعني امتداد يعني الامازيغ بنو كنعان بنو حام بنو نوح، يعني راه حتى بالنسبه لهذا التاريخ ديال السنه الميلاديه ديال الامازيغ راه ما بدات الا بعد انتصار الملك الامازيغي المعروف شنقيش على رمسيس الثالث. هنا بدات يعني السنه الميلاديه السنه الامازيغيه اللي بدات يعني بالتعداد ديالها. ولذلك فالمسار هو يعني كيعرف واحد النهضه جديده، خصوصا بعد كما قلت بعد تولي السيد رئيس الحكومه. حنايا ان شاء الله داخل مجلس المستشارين مازال معطلين فيما يتعلق بتطبيق الامازيغيه، خصوصا في الاسئله ولا في الترجمه الى اخره، ولكن مجلس النواب راه خدا يعني المبادره وبدا كيخدم بها. ولكن حنا كنناضلوا داخل المجلس باش ان شاء الله يكون نفس الشيء بحال مجلس النواب، واعتقد بان مازال هناك عمل اللي خصو يدار، خصوصا مع الجبهه الامازيغيه اللي غادي ان شاء الله نمشيو فيها يعني بالتوقيت اللازم وبداك الشيء اللي خصو يكون وخصو يتنزل عين الواقع.